السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ بسم الشربجي. النهاردة اعمل معاكم حلوة سهلة جدا وبسيطة، والاهم من كده ان هي مش مكلفة خالص ومش هتاخد معاكي وقت في المطبخ، وقد ايه ان هي كريمية وطعمها حلو جدا، ولادك هيحبوها، وحاجة هترطب علينا في الجو الحر والصيف اللي احنا فيه ده. دي الحاجة اللي ترطب على قلبنا بجد بجد. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وقد ايه ان هي كريمية وطعمها حلو جدا جدا. لما تيجوا نخش على الفيديو ونشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونسمي بالله. ونقول مقاديرنا ومكوناتنا ايه. هي مقاديرها بسيطة جدا وما فيهاش يعني تعقيدات ولا حاجة. معايا هنا كيلو لبن، ممكن تضاعف الكمية. كيلو لبن بما يعادل 4 كوبايات من اللبن. هنعاير كده بالكوبايه، او عندك الكيلو اللبن خلاص هم 4 كوبايات اصلا. الكيلو اللبن، كيلو اللبن 4 كوبايات. هنحط على ال4 كوبايات دولت 4 معالق نشا كبار، بس طبعا ما تمليش المعلقه قوي، يعني الكوبايه عليها معلقه نشا. هبدا احط ال4 معالق نشا زي ما انتم شايفين كده، وهحط معلقتين سكر بس، يعني الكوبايه عليها، كوبايه اللبن عليها معلقه نشا ونص معلقه سكر. وهبدأ هنا اقلب الخليط دوت. طبعا انا مقلباه على البارد اهوت، يعني حطيته في طبق وقلبته على البارد. تمام، ده الخليط اللي هو على البارد. هنيجي هنا نعمل ايه في الحله بقى. هنجيب الحله عشان هنحطها على النار. هبدأ اجيب هنا نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر اهوت. وهبدأ هنا احطها على نار متوسطه، معليش النار قوي، انا عايزه النار متوسطه. طبعا مش هقلبها ولا اجي يمها خالص لحديه ما الاقي الجنوب بدأت تاخد لون معايا او تسيح كده. هبدأ اقلب السكر معايا من فوق لتحت، عشان خاطر من تحت ما يتحرقش ومن فوق يبقى لسه سكر معايا. هبدأ هنا اقلب، ولازم تقليبك يبقى بمعلقه خشب او معلقه اللي هي السيليكون زي ما انتم شايفين كده. هبدأ اقلب حلو جدا. هتحسي ان انت كده بقى السكر بدأ هنا يخرز معاكي كده. طبعا ده ولا يهمك، انت هتفضلي تقلبي، هتبدأ معاك السكر يسيح ويبدأ يتكرمل معاكي، هيبدأ يدي اللون البني الفاتح، وبعد كده يغمق شويه شويه. اهم حاجه ما تحرقيش السكر عشان ما يمررش معاكي المهلبيه بتاعتك. تمام، يبقى لونه بني فاتح كده وريحته طالعه حلوه، مش محروقه ولا حاجه. تمام، هوريكم برضو شكله قبل ما احط عليه الخليط اللي احنا عاملينه. شايفين قد ايه لونه حلو جدا ومش غامق ولا اي حاجه. والكراميل بتاعنا السكر بتاعنا بدأ يبقى كراميل معانا. تمام، اهو زي ما انتم شايفينه اهو، شايفين لونه. طبعا ما شاء الله مع السكر اختفى خالص والكراميل. هبدأ اجيب هنا الخليط، هفضيه كله مره واحده. هكون انا طبعا مقلباه الاول لان هو فيه نشا. قلبته حلو، هتيجي تبص هتلاقي السكر بتاعك قفش كده، يعني ولا يهمك خالص لان السكر دوت هيدوب مع الخليط دوت بدرجة الحرارة. هفضل اقلب فيه كده، ايدك فيه على طول لان هو في الخليط فيه نشا، طبعا هيمسك معايا على طول. مجرد ما يسخن هيبدأ الخليط معايا يتماسك كده زي المهلبية بالظبط، كأنك دلوقتي بتعملي مهلبية. ايدك فيه على طول، ومجرد هو على طول بيغلي، اما يبدأ يبقبق كده ويغلي من الجنوب تعرف ان هو استوى. وطبعا السكر بتاعنا اختفى طبعا، او الكراميل اللي هو قفش ده اختفى خالص طبعا، ما عادش موجود، ساح مع المهلبية كده ما شاء الله. لو حابة انت بقى تحطي معلقة زبدة في الوقت ده براحتك، يبقى كريمة اكتر حطي معلقة زبدة. تمام، بس انا مش عايزاه يبقى دسم قوي. لو انت عايزاه دسم ويبقى طعمه حلو برضك هتحط معلقه زبده. طبعا هو بقبق اهوت من النص ومن الجنوب ما شاء الله غلى اهوت. طبعا بقت معايا مهلبيه كريمي بطعم الكراميل. شايفين قد ايه هي ناعمه وجميله جدا. هو القوام ده اللي احنا عايزينه. تمام، خلاص هطفي عليها النار. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. لو انت بقى عايزاه بطعم الكراميل، مش عايزه شوكولاته ولا عايزه اي حاجه، هتفضيه في الكاسات بتاعتك وتحطيه في التلاجة. طب انا عايزه اعمل نص شوكولاته ونص كراميل. هجيب هنا نص الخليط كده او كبشتين من الخليط كده، وهبدا احط هنا مكعبين من الشوكولاته. طبعا انا حطيت شوكولاته سما، دي كانت عندي في الفريزر، يعني كانت سايحه قبل كده وفض عندي، حطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر. فاني الشوكولاته اللي عندي بيضه، فلقيت المكعبين دولت في الفريزر عندي، فبدات اجيبهم هنا. يعني لو عندك اي نوع شوكولاته، اي نوع شوكولاته، حطي مكعبين كده من الشوكولاته، وابدأي قلبي مع شويه المهلبيه اللي احنا عاملينهم دولت، هيسيحوا بدرجه الحراره اللي هي بتاعه المهلبيه.
هفضل اقلب حلو جدا 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 لحد ما الشوكولاته تختفي وتسيح تماما في الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. قد ايه الخليط ده طعمه رهيب رهيب بجد، واخد طعم الشوكولاته خالص، ده لعشاق الشوكولاته بقى. تمام. والكراميل عطوله طعم حلو جدا كمان مع الشوكولاته، تحفه تحفه. هبدا هنا اجيب الكاسات بتاعتي او الاطباق او اي حاجه اللي انت هتفضي فيها بقى، وهبدا هنا اقلب الخليط اللي هو بطعم الكراميل دوت، وابدا هنا افضي في الكاسات بتاعتي. تمام. هعمل الكاس كده حوالي 3/4 او حسب الكميه اللي انت عايزه تعملها. وقلت لو انت عايزه تضاعفي الكميه يعني تعملي كميه اكبر، طبعا بتعملي بالمقادير اللي انا عاملاها. هبدأ طبعا افضي كده الخليط كله اللي هو بطعم الكراميل كده في الكوبايات بتاعتنا. طبعا لو وقع اي حاجة على الجنوب او اي حاجة كده يكون معاكي مناديل مطبخ وتمسحي على طول الكوباية عشان هو بيتماسك على طول. طبعا انا فضيت الخليط الكراميل كله اهوت. هاجي هنا الاول كاس انا عملته وهفضي عليه الخليط اللي هو بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما تفضيش الخليط سخن على سخن في ساعتها كده هيندمج كله مع بعضه، انما انت ما تعملي وعما تفضي بقى وتعملي هيكون عمل طبقه او قشره من فوق كده، هتبداي تفضي عليها الخليط اللي هو بالشوكولاته. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الكميه معانا عملت 6 كاسات من الخليط بتاعنا. طبعا اي حاجه عملت على الظروف الكوبايات وكده بمسحها. ده معايا شوكليت شيبس، انت ممكن تزينيه باي حاجة متوفرة عندك، او مش عايزة تزينيه خالص براحتك. زينيه ممكن زي ما انا عملت كده بشوكليت شيبس، او تبشري شوكولاتة عندك، او تعملي فستق لوز حاجات من ديت. اي مكسرات حابة تحطيها، جوز الهند، الحاجة اللي انت حابة تزيني بها ده حاجة ترجع لك. مش حابة تزيني باي حاجة خالص، هو كده تمام ومية مية. تقدري تدخليه التلاجة لمدة ساعة او ساعتين حسب برودة التلاجة بتاعتك، وتاكلي منه بألف هنا وشفا. بجد تحلية سهلة جدا وبسيطة وبسم الله ما شاء الله، والمقادير مظبوطة يعني بسم الله ما شاء الله. لو جربت الوصفة ديت هتدمنيها، صدقيني هتدمنيها. ده بطعم الكراميل والشوكولاتة حاجة كده بسم الله ما شاء الله. قد ايه هو كريمي زي ما انتم شايفين. طبعا انا ما طولتش في التلاجة قوي عشان كنت عايزة اخلص التصوير. وما شاء الله معايا الخليط كريمي جدا وحلو جدا زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا يا رب. يا ريت لو وصلت معايا الفيديو لهنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. لو اول مره تشرفيني ما تنسونيش في تعليقاتكم الجميله قد ايه ان هي بتفرحني وبتسعدني. ودي كانت وصفتنا النهارده، واقول لكم ايه في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله.